سلام. صحيفة موندو ديبورتيفو تؤكد الخبر الذي انتشر مساء اليوم باهتمام برشلونة باللاعب الصاعد لاعب منتخب الجزائري مازا، إبراهيم مازا. الخبر الذي انتشر أمسية اليوم، لكننا كنا نظن أنه إشاعة، لكن الصحيفة الكتالونية موندو ديبورتيفو أكدت الخبر ونشرته قبل قليل في صفحتها الرسمية. إبراهيم مازا لاعب ممتاز، وسط ميدان جيد، وسط ميدان هجومي جيد، جيد في التمرير، جيد في التمركز، جيد في المراوغات، قوي بدنيا، بروفايل يساعد كثيرا برشلونة. ولو أننا توقعنا أن مرحلة برشلونة أو ريال مدريد لا زالت مبكرة لهذا اللاعب، ظننا أنه سيذهب إلى بايرن أو على الأقل يقدم موسم جيد أو موسمين مع ليفركوزن، ثم بعدها سيبدأ الاهتمام بهذا اللاعب الممتاز. ولكن برشلونة لاحظت الموهبة الخارقة لهذا اللاعب، لاعب يعني ببروفايل ممتاز. راح نتوقع أنه سيشكل ثنائية جيدة مع بيدري وديونغ. لاعب ممتاز، ذكي، ذكي هجوميا، دفاعيا، قوة بدنية، صلابة، لاعب جد جد ممتاز، لاعب منضبط. نتمنى أن نراه فعليا في برشلونة. لكي تنال إعجاب فليك ومكتشفيه لا بد أن تكون جيد جدا تكتيكيا، فنيا وبدنيا. كشاف برشلونة هناك حديث أنه سيكون متواجد في مباراة القادمة للجزائر ضد غينيا. نتمنى أن يتألق مازا كالعادة. مازا ما عندوش ضغط، ما عندوش ستريس، يلعب بعفوية، لاعب ممتاز. نتمنى نشوفوه في برشلونة أو أي نادي كبير بإذن الله. نتمنى له مسيرة جيدة. اللاعب لعب مباراتين وديتين مع المنتخب الوطني وقدم مستوى جد جد جيد. توقعنا أنه سيكون أساسي في المباراة الأولى ضد السودان، ولكن كان للسيد بيتكوفيتش مدرب المنتخب الوطني رأي آخر ولم يشركه إلى الدقيقة 70، حين أشركه مكان شيبي الذي لم يقدم المطلوب منه، ليدخل مازا ويتألق ويسجل هدف جميل ليثبت أن له مكانة أساسية. وبالفعل بيتكوفيتش يصحح خطأه ويشركه في المباراة الثانية ضد بوركينا فاسو التي تألق فيها اللاعب جدا وسجل هدف. لم يسجل، لكنه قام بفرص جيدة. نتمنى من مازا يواصل بهذا المنوال ويشرف الألوان الوطنية. خاطي اللاعب راه كما يقولوا في ألمانيا راهم ندمين عليه. لاعب صغير 20 سنة على ما أظن، راه في تصاعد رهيب من الدرجة الثانية الألمانية إلى الدرجة الأولى مع ليفركوزن. لاعب جد متكامل، لاعب ممتاز رغم حداثة سنه. أتوقع أن الخطوة راه جاهز الخطوة التالية، الخطوة الآتية، لأنه جد جد ممتاز. ما حتى في برشلونة خاطي يقدر يستطيع إثبات مكانه وشخصيته ولاعبه الممتاز. راح يقدم الإضافة حتى لبرشلونة، سواء تكتيكيا أو فنيا أو حتى على مستوى تسجيل الأهداف. بالتوفيق مازا.